في الفيديو النهارده هقول لكم ليه ضحكتكم مهمه جدا. زي ما ببتدي دايما اي فيديو يا جماعه، عايز اشكركم ان انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديوهات وان الفيوز قاعده بتكتر والكومنتس قاعده بتكتر. معلش لو ما بردش على كل الناس على طول غصب عني، بس يعني هرد ان شاء الله. ما فيش حد مش هرد عليه على اي سؤال عايز يساله، وان شاء الله مثلا كمان 5 سنين مثلا، طبعا اكيد يعني ان شاء الله قبل كده يعني، بس 5 سنين نفكر بعد ان احنا يعني ازاي كسرنا الدنيا في وقت قصير كده. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للبيج لو على فيسبوك، او سبسكرايب على يوتيوب. وما تنسوش الجرس الصغير ده عشان يجيب لكم نوتيفيكيشنز على طول اول ما اي حاجه جديده تنزل. وموجود في تويتر برضو، لو حد شاف التويتر اكونت بتاعي او انستجرام، في علامه الجرس دي عشان اي بوست ينزل جديد هيجي لكم نوتيفيكيشنز. نخش في موضوعنا بقى. هو ليه الواحد ممكن ياخد باله من بقه واسنانه؟ اولا الضحكه في وش اللي قدامك صدقه، فانت بتاخد ثواب لما تضحك في وش اللي قدامك، ولو ضحكت له وضحك لك فاكيد هيحصل كده كمجتمع، هيبقى فيه راحه نفسيه بين الناس. لكن لما تضحك له وانت سنانك صفرة وبقك مزرق او متعور وهو كمان سنانه واقعه ومسوسه، فهيحصل كره رهيب ومش هنحب نبص في وش بعض اصلا. حاجه تانية، مفيش احلى من ان انت تبقى داخل مكان بمنتهى الثقه بتبتسم لكل الناس اللي موجوده، ولما تيجي تضحك مثلا مش تعمل كده بتاع، لا يعني تضحك. البنات في وقت بتتكسف، مش لازم تكهكه يعني. لو ضحكتها يعني كويسه بتشيل ايديها من بقها، بس لو سنانها مش معجباها او بتتكسف من ضحكتها تلاقي عملت كده. او لو ولد، في ولاد بتعمل كده مثلا بمنتهى اللي هو الكسوف، ممكن يبقى شخصيته قويه جدا بس وقت الضحك. فالضحكه دي عامه حاجه بتريح اللي قدامك وبتريحك انت نفسيا وبتديك ثقه بنفسك. في حاجه تانية لازم تبقوا عارفينها، اكيد طبعا في ناس عارفه الكلام ده كله، بالذات طبعا لو دكاتره سنان او عامه كمعلومات عامه. ممكن الدكتور يعرف من سنانك او من بقك ان صحه جهازك الهضمي او صحه بطنك او صحه جسمك عامه مش سليمه. يعني ريحه بقك وشكل اسنانك وصفارها وتسويسها والكلام ده كله هيعرف الدكتور انت نظام اكلك عامل ازاي، بتاكل ايه اللي مخلي سنانك بالشكل ده، بتشرب سجاير وما بتشرب سجاير، قهوه وشاي، الكلام ده كله. فريحه بقك وشكل بقك واسنانك دليل على صحتك عامله ازاي. اخر حاجه ودي بالنسبه لي مهمه جدا بصراحه، الناس اللي حواليك. ليه لازم تاخد بالك من سنانك وبقك؟ عشان الناس اللي حواليك. اولا الناس اللي بتقرب منك بالذات، طبعا مش الناس اللي هم اللي من بعيد مثلا، بس الناس القريبه منك، مراتك بقى، صاحبتك، خطيبتك، ابوك، امك، اخواتك، ناس صحابك في الجامعه، في المدرسه، في الشغل. انت مش عايزهم يفتكروك بحاجه وحشه، يعني على الاقل لما تقرب منهم ما تخليش هو يعمل كده يعني. لا، انت لازم تديله الفرصه ان هو ممكن يقف ويسمعك. فانت لما تخش تسال على حاجه او تتكلم في حاجه او بتتناقش مع حد في حاجه، او حاطط مثلا ايدك على مراتك كده جنبك او حاجه وريحه بقك وحشه، فدي حاجه مصيبه يعني. هتلاقيها كل شويه اللي هو مش عايزه تقرب، هتقولك عايزه انام مثلا، تعبانه بتاع. فريحه بقك وشكل بقك واسنانك مهم جدا للاشخاص اللي حواليك. فاحنا النهارده في 3 حاجات هنركز فيهم مهمين جدا عشان موضوع البق ده: شفايفك من بره، واسنانك، وريحه بقك نفسها. طبعا في حاجات غاليه ورخيصه، بس انا هقول الاثنين على اساس ان هو لو حد عايز يصرف شويه مثلا او يدلع نفسه زياده ممكن يعمل كده. بس عامه الاوبشنز الرخيصه اللي هي الحاجات الطبيعيه متوفره وممكن الناس تشتريها وسهله، بس في نفس الوقت هتجيب نتيجه مع الاستمرار في الاستعمال. اول حاجه شفايفك. طبعا شفايفك بتتعرض لحاجات كتيره جدا بتعمل لك انت نفسك مشكله، او لو بنت بتتفرج يعني برضو بيعمل لها مشكله. السجاير بتزرق شفايفك، او ممكن مع الوقت تغير لونها من جوه، يبقى فيه فرق الوان، الكلام ده كله. او في الصيف بتلاقيها مثلا اتقطعت، وفي الشتاء عطست عطسه لقيت تعويره طلعت في شفايفك، فدي طبعا بتبقى مؤلمه جدا وشكلها كمان بيبقى وحش. ففي حاجات ممكن نعملها عشان نعالج الموضوع ده. اول حاجه لازم تشرب ميه كتير جدا، عشان الشفايف لو مقشفه يبقى معناها ان انت جسمك نفسه ما فيهوش ميه. حاجه تانية لازم تستعمل زبده كاكاو، ما بتقللش من رجولتك خالص يعني. اكيد مفيش مشكله ان انت تبقى حاطط زبده كاكاو على بقك لكن وشفافك سليمه، بدل ما تبقى قاعد شفافك متقطعه وانت حاسس ان انت قد ايه ذكر يعني، انت شفافك مقطعه وقاعد متعور ومتعذب والناس بتقول عليك الواد ده ما بيحطش زبده كاكاو. اكيد لا، حط زبده كاكاو طز يعني، عادي جدا ان انت تستعملها. ولو خلاص مأزمه معاك قوي، في بقى حاجه ثالثه ممكن نعملها. لو متوفر حواليك عسل في اي وقت، تروح حاطط بطرف صباعك كده شويه عسل على شفايفك وتسيبه مثلا بتاع تلت ساعه، وبعد كده تغسله. اوعى بس تقعد تعمل كده بقى وبتاع وتاكله كأننا ما عملناش حاجه، لا اصبر شويه تلت ساعه مثلا وبعد كده لحوسه عادي. زيت جوز الهند نفس القصه، تاخد بطرف صباعك كده وتحطه على شفايفك، تستنى عليه تلت ساعه كده او حاجه، وبعد كده تروح ايه زي فركه كده، على اساس ان هو الموضوع ده بيغير
اللون بيشيل الجلد اللي هو الميت بتاع الشفايف، وفي نفس الوقت بيعالج الحته بتاعه القشف. وزيت الزيتون نفس القصه زي جوز الهند كده بالظبط. حاجه تانية في موضوع الزرقان ده بالذات، انت ممكن تعمل طبعا كل الحاجات اللي فاتت دي كويسه للزرقان جدا، بس هي في الغالب بتستعمل عشان حته اللي هي التعوير او الشفايف اللي هي المقشفه او كده، بس انت ممكن تستعملها برضو، وممكن تزود عليها حاجه. هتجيب برضو شويه معلقه عسل وليمونه وتحطهم على بعض وتقلبهم، والخلطه دي تحطها على شفايفك وتسيبها 20 دقيقه، وبعد كده تغسلها على طول. الموضوع ده بيظبط مشكله الزرقان بتاع الشفايف او لما لونها بيتغير بسبب السجاير. طبعا في وصفات كتيره يعني، بس احسن وصفه فيهم ان انت تبطل شيشه وسجاير. تالت حاجه ريحه البق. انا الموضوع ده بيعمل لي مصيبه، واتمنى ان في يوم من الايام لو حد قرب مني وحس ان ريحه بقي وحشه يقول لي بقول لك ايه، كل بانه، او يعزم عليا بالبانه، مش لازم تكسفني. اعرف على طول ان هو يا اما ريحه بقي وحشه يا اما انا كمان ريحه بقي وحشه وعايز اطمن، فبعزم عليك بالبانه. واعمل كده مع مراتك، واعمل كده مع اصحابك، واعمل كده مع صاحبتك ومع اخواتك، اي حد جنبك اللي هو قشطه يعني بتتكلموا وبتاع، حسيت ان الدنيا مش تمام او قلقان ان انت ريحه بقك تبقى وحشه، عشان حتى اللي قدامك يبقى مرتاح، كل بانه، كل منتوس، كل سكوتش، كل اي حاجه، واعزم على اللي جنبك. مرضيش قول له خد، بس خد. بس في وصفات طبعا رخيصه وموجود كتير قوي على الانترنت على فكره، بس انا هقول لكم برده 3 حاجات خطيره وفعلا انا جربتهم برده. كل الحاجات اللي بقولها دي على فكره انا مجربها، ومش هدي فرصه للموضوع ان ريحه بقي تطلع عشان ابتدي اعالج، لا يعني انا بمشي على الحاجات دي، ما اعرفش لو بطلتهم ايه اللي هيحصل، بس انا بفضل ماشي على الحاجات دي كده كده. اول حاجه لازم تعملها تجيب قرنفل. القرنفل ده خطير، بتجيب اللي هو العود الصغير ده وتندغه، تاخد معاك 3 على مدار اليوم، مره وانت في الجامعه الصبح او في المدرسه او في الشغل، ومره في وسط اليوم او انت في الطريق للشغل، ومره في وسط اليوم مثلا بعد اكل او بتاع، وفي اخر اليوم مثلا لو انت قعدت قبل ما تقعد مع مراتك او تقعد في البيت مع اهلك او بتاع، تاخد واحده كمان. نفس القصه القرفه، العيدان دي تكسرها وتاخد منها حتت صغيره، بتودي ريحه البق خالص وبتموت البكتيريا اللي بتعمل الريحه. واخر حاجه ودي سهله جدا، انت تجيب ليمونه وتحطها على ميه. اصلا الحركه دي غير ان هي كويسه لجسمك، ان هي حلوه لبقك برضو، ان انت كل شويه بتشرب ميه بليمون بتموت برضو البكتيريا. بس طبعا اهم حاجه في القصه دي كلها ريحه البق بتطلع، غير البكتيريا طبعا اللي انت ان شاء الله هتموتها من الحاجات دي، ان انت بتاكل كويس، بتاكل في مواعيد مظبوطه، بتاكل خضار وفاكهه كويس، ما بتشربش قهوه وشاي كتير وسجاير على بطن فاضيه وما بتاكلش. فهنا بتحصل المشكله. حاول دايما ان انت تاكل بانتظام، تاكل الفواكه بتاعتك والخضار بتاعك، وبطل شرب السجاير. نخش بقى في الموضوع الكبير اللي هو موضوع السنان. من اكتر الحاجات اللي بستغربها في حياتي فعلا ان انت لما واحد عارف، لما انا ببص في المرايه بلاقي اسناني كل شويه بتصفر وحتت منها لونها بيتغير وبتبتدي تتاكل، وبروح واخد سيجاره ومطلع النفس بمنتهى السهوله، وبعدين اروح لدكتور السنان اقول له اسناني دي السنه دي وقعت واللثه دي زرقت، وبعدين تلاقي كل مثلا الفنانين فجاه كلهم سنانهم بقت بتبرق وهو حريقه سجاير. فانت كده مش بتفيد سنانك مثلا ان انت بتروح للدكتور وعرفت تكنيك كيمياء بتحطها على بقك وتقعد تبيض في اسنانك، انت بالعكس انت اسنانك دي مع الوقت هتقع، غير بقى لما انت بتشيلها ولا بتحط زي طقم فوق سنانك اللي هي اسنان مظبوطه كلها ومرصوصه، على اساس ان انت يعني كده يبقى خبيت المشاكل اللي عندك. الحل في ان انت تبطل الحاجه العاده السيئه اللي انت بتعملها عشان الدنيا تمشي والدنيا تتظبط، لكن غير كده يبقى انت كده قاعد بتهدر في فلوسك ومفيش فايده، يعني مش هتجيب النتيجه اللي انت عايزها. فاحسن بدايه للموضوع بتاع السنان ان انت تبطل تشرب سجاير وشيشه والقهوه والحاجات السخنه او الشاي عامه. انا بشرب كميه حاجات سخنه بطريقه مش ممكن وبحبها فعلا، بس بعمل ايه؟ كل ما اشرب قهوه اروح ماسك كوبايه ميه او ازازه ميه واقعد اتمضمض بيها واعمل كده بصباعي عشان الصفار اللي فيها. يا اما بغسل سناني بعد شرب كل قهوه، بس دي طبعا في اوقات الواحد بيبقى مكسل شارب القهوه ومتمزج وقاعد ومش قادر. يا عم اعمل حركه الميه دي او ميه بليمون ونضف سنانك. اللون بتاع القهوه انت لو شفت الكوبايه بيفضل فيها لون عامل ازاي، اللون ده بيفضل على سنانك بالظبط. فاول حاجه الموضوع تنظيف السنان ده ان انت تستعمل فرشه والمعجون على طول بعد كل اكله او بعد كل شرب قهوه او الكلام ده كله طبعا. لكن انا كل اسبوع كده ممكن مرتين في الاسبوع بروح اعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها كربونات اللي هي البيكنج صودا، دي موجوده عند العطار، بتجيبها بتعمل خلطه كده. الخلطه دي انا عامه بتجيب معايا نتيجه، بس هي محتاجه استمرار، بتستعملها مرتين او 3 بس ما تفضلش تعملها كتير عشان ما تبوظلكش اللثه بتاعتك. فبتجيب البيكنج صودا ده وتحط عليه ليمونه وتقلبه شويه في طبق صغير مثلا كده او حاجه، شويه صغيرين ليمونه او ليمونتين بالكتير قوي، هيعمل زي معجون كده. هتاخد المعجون ده وتحطه على اسنانك بفرشه وتغسلها كويس، تقعد تعمل بيها كده مثلا وتسيبها دقيقه بالظبط، مش اكتر من كده عشان ما يبوظلكش اللثه زي ما قلنا. وبعدين بعد الدقيقه دي تغسله. انت اصلا هتلاقي من اول مره اصلا في فرق،
بس حاول تكررها مثلا مرتين 3 في الاسبوع بالكتير. وفي الاخر برضه اسال الدكتور بتاعك عشان ما تقولش شعرها بوظ لسناني. بس الوصفه دي كل الناس بتعملها وانا بعملها عن نفسي وما بتعمليش اي حاجه، حتى الدكاتره بيقولوا استعملها عادي. وفي حاجه زيها كمان كده، ان انت بتجيب جوز هند، زيت جوز هند، وتعمل عليه برضه حركه الكربونات وتعمل معجون وتغسل بيه سنانك برضه وتسيبه دقيقه او دقيقتين وتغسله. والخلطه دي كويسه برضه، بس انا بفضل الكربونات عشان الصراحه بتنجز شويه زياده. بس الزيت برضو حلو. نخش بقى في الحته اللي فيها ممكن صرف سنه زياده. في بتاع كده اسمه فلوس. الفلوس ده بيبقى زي خيط عشان بتلفه على صبعك كده وتقعد تشيل بيه الاكل بين سنانك. في اكل ما بيطلعش بالفرشه، يعني حاول تستعمله. لو عرفت انت هتجيب واحده هتفضل قاعده معاك شهرين 3 عادي. بتجيب حته صغيره يا دوب تعمل بيها بس يعني بين السنان، وبيفرق في ريحه البق وبيفرق في نظافه السنان نفسها. برضو حاجه اللي ممكن يبقى فيها صرف شويه زياده، ان انت بتروح لدكتور السنان بينظف لك، تعمل تنظيف مثلا كل 6 اشهر كده، تروح له يعمل لك تنظيفه محترمه، ويعني بتبقى في 200 300 جنيه اظن. بس يعني برضو انت ممكن طبعا توفر كل الكلام ده بالحاجات اللي قلناها، بس يفضل انت تزور الدكتور كل 6 اشهر كده عشان بس يكشف عليك عامه. اخر حاجه بقى، ودي ارخص واحسن حاجه بالنسبه لي في كل اللي فات ده، السواك. اللي احنا بنشوف مثلا الناس الملتزمه بتعمل بيه كده، تقول ايه ده الراجل ده بيعذب نفسه بسنانه. لا، السواك عالمي، بينظف تنظيف مش ممكن، بيخلي السنان فعلا بيضة، في طعم زي طعم القرنفل كده، فبينظف بيخلي ريحه البق كويسه وما فيهاش بكتيريا، يعني مليان فوائد. وتلاقي البتاع مثلا قد كده ب5 جنيه، خطير وما بيبصش. يعني انت ممكن تقسمه 2 وتستعمله على مرتين، فكده قعدت مثلا 3 اشهر بسواكين. يعني اظن ما فيش احسن من كده في الدنيا. فده بالنسبه لي الصراحه، يعني لو حبيت امشي على حاجه بعيد عن الكلام ده كله هروح للسواك. بس طبعا لو في حاجات مستعصيه شويه زياده، ادينا عندنا الاوبشنز اللي احنا ممكن نمشي عليها موجوده. اهم حاجه الطريقه السريعه، حاول تبطل الشيشه والسجاير، بيموتوك تماما. والقهوه والشاي حاول على طول تشرب ميه بعديهم، على اساس ان انت سنانك ما يبقاش فيها الالوان والوساخه دي تفضل قاعده على اسنانك. وحاول تروح للدكتور كل 6 اشهر يكشف عليك عشان تطمن ان انت كل حاجه في السليم. مش لازم يكون في مشكله عشان تروح، لا، كل 6 اشهر يعمل كده وبس. يا رب يعني الفيديو يكون فاتكم في حاجه. ولو عاوزتوا اي اسئله ابعتوها لي على تويتر او فيسبوك، هرد عليها ان شاء الله، او يوتيوب. وبس، سلام.